طبعا فيديو النهارده اتكلم فيه عن موضوع مهم جدا وهو اللعيب ناتشو. وطبعا خلاص اللي هينضم لنادي القادسية والاعلان الرسمي هيكون يوم الثلاث. طبعا اللعيب هي رغبته الاولى طبعا والاخير ان هو طبعا ينضم الى نادي القادسية. فكره ان اللعيب ان هو ينضم الى نادي زي نادي القادسيه ويرفض نادي الاتحاد ده طبعا وراه اسباب كتيره جدا. طبعا رابط حساباتي في اسفل وصف الفيديو، بنزل اخبار كوره اول باول اللي حابب يتابعني. طبعا بدايه الموضوع طبعا بعد ما خلص اللعيب اعلن طبعا رحيله عن نادي الريال مدريد، تقريبا كان في شهر 4. نادي الاتحاد السعودي هو كان بيرغب في ضم اللعيب بأي طريقة ممكنة، حتى لو المبلغ هيكون كبير مش مشكلة، 20 مليون 30 مليون مش مشكلة. وفعلا نادي الاتحاد السعودي هو أول نادي فتح محادثات خارج أوروبا مش داخل أوروبا، لأن داخل أوروبا كان نادي إنتر ميلان، بس ده كان تقريبا كان في الميركاتو الصيفي اللي فات. نادي إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي اللي فات كان فعلا كان بيرغب في ضم اللعيب، لكن في الميركاتو الصيفي الحالي نادي إنتر ميلان أصلا ما دخلش فيه مفاوضات بشكل أصلا جدية، ولا حتى أصلا فتح محادثات أساسا، ولا حتى برضه راقب برضه وضع اللعيبة. لكن نادي الاتحاد السعودي هو النادي الوحيد اللي خارج اوروبا في الميركاتو الصيفي الحالي دخل طبعا في المفاوضات، وهو اول نادي اصلا في الميركاتو الصيفي الحالي فقط دخل في المفاوضات. ونادي الاتحاد السعودي لو كان تمم في الصفقه فكانت القيمه التسويقيه اللي كان هيدفعها كانت مش مشكله، هتكون 30 مليون 40 مليون 50 مليون، مش هتكون فرقه قوي بالنسبه لنادي طبعا زي نادي الاتحاد السعودي، لان هو كانت رغبته الاولى والاخيره ان هو طبعا يضم اللعيب ناتشو. بخصوص بقى نادي ريال مدريد، نادي ريال مدريد هو في كلا الحالتين اصلا هو بيرحب ان هو طبعا يرحل اللعيب، سواء مثلا اللعيب راح الدوري الامريكي نادي ريال مدريد هيكون تم في المفاوضات مع اي نادي في الدوري الامريكي، سواء اللعيب مثلا راح اي دوري مثلا في الدوري السعودي في الدوري مثلا الدوري القطري. فلو في الاخر نادي ريال مدريد هي رغبته الاولى والاخيره طبعا ان هو يرحل اللعيب. لكن لما المحادثات كانت ماشيه بشكل ممتاز جدا ما بين نادي الاتحاد السعودي ونادي الريال مدريد طبعا بشان ضم اللعيب ناتشو، في الوقت ده ناتشو هو اصلا ما اتخذش القرار الرسمي، هل هو رفض ولا هل هو خلاص هينضم طبعا على طول لنادي الاتحاد، ولا هل هو مثلا هيفكر في الموضوع مثلا شويتين ثلاثه مثلا. لا، كان رغبه ناتشو قبل ما يخش في المفاوضات اصلا ان هو ينضم طبعا لنادي الاتحاد، ولا لا كان رغبته الاولى والاخيره ان هو ينضم لنادي القادسيه. وفعلا فتح محادثات مع نادي القادسيه، يعني اللعيب الاول هو اللي فتح محادثات، بعد كده طبعا نادي ريال مدريد اتدخل طبعا على طول في الموضوع، ونادي ريال مدريد تم في الصفقه على طول في اقرب وقت وممكن، واللاعب خلاص انتقل الى نادي القادسيه لحد 2026 30/6 2026. وفعلا نادي القادسيه هيكون طبعا بالنسبه لهم صفقه كبيره جدا ان هو طبعا يضم اللعيب ناتشو. اخيرا ناتشو طبعا هيرحل عن نادي ريال مدريد بعد اكتر من 20 سنه قضاها مع النادي. وطبعا اداره ريال مدريد ما كانش في مشاكل اصلا ما بين اللعيبه وبين اداره نادي ريال مدريد. اللعيب فعلا كان مستمتع جدا مع نادي ريال مدريد، واللعيب رفض طبعا تجديد عقده مع نادي ريال مدريد وقرر ان هو يرحل عن النادي. طب في معلومه بس بسيطه، هل لو في مثلا نادي مثلا في الدوري الامريكي دخل في المفاوضات بس مع اللعيب ناتشو مش مع نادي ريال مدريد، مع اللعيب ناتشو، هل ناتشو كان هيوافق؟ في كلا الحالتين ناتشو كان هيرفض، لان زي ما انا قلت وضحت في اول فيديو ناتشو في الاول وفي الاخر رغبته الاولى هو نادي القادسيه. اللعيب هو عايز ياخد تجربه جديده في نادي جديد، نادي القادسيه. وفعلا نادي القادسيه بيضم لعيبه كتيره جدا، سواء مثلا الحارس اللي هو يعتبر الحارس رقم واحد طبعا مع المنتخب البلجيكي، ولعيب تاني من المكسيك، ولعيب تاني مع المنتخب الاوروجواي بيبدع جدا مع المنتخب بتاعه. فنادي القادسيه هو بيقدر يلم لعيبه ممتازه جدا. وفي معلومه بس بسيطه، نادي القادسيه هو لما بيجي بيلم لعيبه بنسبه كبيره جدا بتكون كوكيل حر، يعني مش يكون مثلا عقده سنتين فبالتالي اتعاقد مع اللعيب والقيمه التسويقيه تكون عاليه، لا مثلا كوكيل حر. وفي الوقت ده مثلا نادي القادسيه بيضم اللعيب مش مشكله، يديله 6 مليون 7 مليون في الموسم مش مشكله. طب القيمه التسويقيه اللي نادي القادسيه عايز يدفعها طبعا لناتشو هتكون ما بين 6 مليون او مثلا 5 مليون لحد مثلا 15 مليون، في الحدود دي ما بينهم، لان نادي القادسيه طبعا صعب جدا جدا ان هو يدفع اكتر من كده. نادي القادسيه فيه صفقات كتيره جدا هيعملها طبعا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن خلاص ناتشو اعلن بشكل رسمي طبعا انضمام لنادي القادسيه، والاعلان الرسمي طبعا هيكون يوم الثلاث. وفعلا الفحوصات الطبيه تمت بشكل رسمي ناتشو الى نادي القادسيه.
تمت الرسم.